مسيرة أفضل لاعب في العالم، خروج من دوري الأبطال ومعاناة في الدوري الفرنسي. رحلة ترويجية إلى السعودية فجرت الأزمة بين ميسي وبي اس جي. هل استحق ميسي تلك المعاملة أم أن إيقافه جاء لإطفاء غضب الجماهير على إخفاقات فريق العاصمة الفرنسية؟ وهل فعلا انتهت المغامرة الفرنسية للنجم الأرجنتيني؟ أسئلة عديدة باتت حديث الصحافة العالمية وعشاق كرة القدم. جدل هو الأبرز في الساعات الأخيرة بعد توتر العلاقة بين ليونيل ميسي وناديه باريس سان جيرمان بعد قرار الأخير إيقاف نجمه لمدة أسبوعين بأثر فوري. مصادر مقربة من النادي أكدت أن الإدارة قررت عدم تفعيل بند تجديد عقد الدولي الأرجنتيني، وبالتالي سيرحل عن ملعب حديقة الأمراء بنهاية الموسم الجاري، وذلك عقب سفر اللاعب إلى السعودية في رحلة ترويجية من دون أخذ موافقة إدارة النادي الفرنسي. القرار اعتبره البعض وسيلة من باريس سان جيرمان الذي يتخبط هذا الموسم بعد إخفاقه مرة أخرى في المنافسة على لقب دوري الأبطال وعدم تقديم أداء مقنع محليا بخروجه من مسابقة كأس فرنسا ومعاناته في الدوري على الرغم من تواجد كل الإمكانيات. أزمة تضع ميسي أمام خيارات تبدو محدودة الموسم المقبل، فعلى الرغم من رغبة برشلونة في استعادة أحد أهم صانعي أمجاده وإعادة الفرح إلى عشاق الفريق الكتالوني، إلا أن النادي يواجه صعوبة في ذلك بسبب أزمته الاقتصادية وتعنت رابطة الليغا، كما أن الخيارات الأخرى منحصرة بين الهلال السعودي وإنتر ميامي الأمريكي، ما يعني رحيله عن المنافسات الأوروبية لأول مرة. وربما تحصل مفاجأة مدوية وينتقل ميسي إلى أحد كبار أوروبا مجددا. بأي لون سيظهر ميسي في الموسم المقبل؟